السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو مجتبى العراقي، صاحب ديوان كنز المعرفة للعلوم الروحانية. شلونكم متابعيني؟ شلونكم متابعاتي؟ شلونكم مشتركيني ومشتركاتي؟ إن شاء الله بألف ألف ألف خير، إن شاء الله صحة وسلامة إلى الجميع بحق محمد وآل محمد. اليوم مثل ما وعدتكم أقدم لكم قراءة روحانية خاصة ببرج العقرب. نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. برج العقرب شخصية قوية، غير متردد، عنده هدفه لازم يحققه، قراراته حلوة ثابتة، ما يحب الثرثرة والحكي الزايد. هاي قلت لكم أنا بالبداية، كل برج أقول لكم بيه كل إنسان عنده السيئات والحسنات. هاي الحسنات اللي عند برج العقرب. قلت لكم ما يحب الثرثرة، كلمته يوزنها، لازم يمخمخها براسه. شلون نقول مخمخها براسه؟ يلا يحكيها. مخلص جدا للي يحبه، مخلص جدا. طبعا هذا اللي قاعد احكي البرج عام، مرة رجال، صادق، مضحي، يتعامل مع الحياة بجدية، يعني مو هوسة وركض. بس عنده مساوئ، طبعا هن مو مساوئ، العفو، يعني أخطاء. العصبية مالته خطأ كلش قوي. ونصيحة لباقي الأبراج، لا تحاول تخدع برج العقرب، لأن هي مجرد وقت يكشف الحقيقة. سبحان الله، الله كارمه بهاي الكرم. وقت أي واحد يخدعه وقت عنده. احنا شلون نقدر نقول لكم إياها؟ برج العقرب عنده روحانية ويقيم المقابيله، بس ما أعرف عدم ذكاء، أو ما أعرف، ما أريد أحكي كلام غيره. يعني يعرف هذا المقابيله ويعرف قاعد يخدعه ويتماشى وياه لحد ما يوقع بالخطأ ويتأذى. وعنده بداخله مو سهل جدا ينطي ثقته لأي كان، لأي أحد، وإذا يعطيه ثقته فينجرح من عنده كلش، وكل الناس اللي طاهم ثقته جرحوه. برج العقرب قلب طيب، بس مع هذا طبعا إذا جيته وصالحته ينظف قلبه إلك تماما. بس الخطأ الثاني يجمعهن اثنياتهن. فنصيحة باقي الأبراج، برج العقرب لا تأذيه، لأن تبقى بقلبه مثل الذيب. يوم من الأيام لازم يطلعها بيك، إن كان كلام، مرات يذب لك كلمتين يذب لك إياهن ويقوم ويطلع يخليك الليل كله ما تنامه. فبرج العقرب ذكي طيب، بس لحد يعتدي عليه. أكثر أعدائك إن كان مرة وإن كان رجال، أكثر أعدائك من النساء. أكثر ناس اللي يعادوك ويأذوك هم النساء، واللي يسحروا لك هم النساء. دير بالك يا برج العقرب من السحر الماكول والسحر المرشوش، كلهن يمشن عليك. والسحر الجاري بالأنهر، المرمي بالآبار. ودائما يا برج العقرب، دائما أنت تشكي. 90% من أهل برج العقرب يشكون من بطنهم، وهاي من السقية. فيا برج العقرب، الصلاة على محمد وآل محمد هواية. النفس عندك مأذيتك، والمشكلة يا برج العقرب نفسك أنت تحسد نفسك، وهاي خطرة جدا، لأن هذا نفس القرين يصير عليك كلش قوي ويأذيك بكل خطوة تخطوها. فتعامل على قضاء حاجاتكم بالكتمان يا برج العقرب.
السحر المأكول والسحر المشروب قلت لك دائما يصير ببطنك آلام. 90% من البرج العقرب بطنه منفوخة ويصير عنده آلام، وهاي من أثر السقية. أنا ما أريد أطول عليكم الفيديو، تطبون على قناتي باليوتيوب تلقون السحر المأكول والسحر المشروب والسحر المرشوش. فأنت سوي السحر المأكول وتتقيأ أو تخلص من عنده، لأن هذا يأذيك هواية ومسبب لك عوارض في كل حياتك، رغم أنك مرزوق، رغم أنك محبوب بالكلام، وهاي تفتح العيون عليك جدا جدا. وكررها يا برج العقرب، انتبه انتبه من عداوة النساء، إن كانت مرة وإن كان رجال. يا برج العقرب اثنيناتكم يعادوكم نساء، وانتبه من المرأة السمراء، هاي تأذيك وتهجم بيتك. الحقد يصير عليك هواية يا برج العقرب، لأن أنت قدها وما تنسى حقك، رغم أنت مثلنا العراقي نقول أخو خيتك بالوقفات، وتحب تساعد الناس وتنقهر على فلان تنقهر على فلان، بس اللي يأذيك يا ويله. هذا برج العقرب، وإن شاء الله شو تحبون أي برج أي تفاصيل أنا بخدمتكم. ونختم بالصلاة على محمد وآل محمد، ولا تنسون التعليق بالصلاة على محمد وآل محمد، ومتابعتكم الحلوة ومشاركتكم قناتي، ويجزيكم الله ألف 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 خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.